السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال يا ربي. الوصفة ديال اليوم سهلة مهلة، كتجي لذيذة بزاف ومقادير بسيطة وسريعة التحضير. بالنسبة للمقادير نديرو كمية من الكفتة، كمية شحال ما كانت، يعني الكمية اللي بغيتو. كما كتشوفوا أنا درت كمية بسيطة، كندير بصلة كبيرة مشلضة رقيقة، وغادي نزيد لهم الزيت، زيت الزيتون القليل، الفلفل الاسود الابزار شيء القليل، عندي الثومه بودره، يمكن لكم توضعوا الثومه الخضراء والمليحه، وهنا عندي العطريه ديال الكفته القليل. اذا ما توفرتش نضيف القليل من الكمون فقط، وغادي نشحرها على نار مهيله. وطبعا غادي نكون على بال باش ما تكورليش الكفته. من بعد انا ضفت لها الفلفل الاحمر، وغادي نشحرها دغيا، ما كتاخذش وقت، مقدار 3 دقائق تقريبا. كنشحرها مزيان وكنحطها جانبا. في هذا الاثناء انا عندي لي بات كانت كتسلق، والبطاطس حتى هي كانت كتسلق. غادي ندوزو نصيبو البيشاميل المعتاده ديالنا دائما. كنذوبو ملعقه كبيره ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده بغيتو. كنضيف 2 ملاعق ديال الدقيق الرطب، ديال الفرص الرطب، وغادي نستمر حتى كنحس بالزبده او حتى كنشوف الزبده اندمجت مع الدقيق بصفه نهائيه. كنضيف القليل من الحليب بالتدريج، وانايا كنخلط اولا كنحرك مزيان باش ما تكورليش، وانا كنحرك وكنضيف الحليب تدريجيا. ملي كتفسخ لي الدقيق كنضيف الحليب الكميه اللي بقى لي، اللي هي نصف لتر ديال الحليب، وكنسمها بالمليحه على حسب الذوق، الفلفل الاسود والزعتر اذا كان يكون افضل. وكنبقى نحرك جيدا حتى كيعقد لي الكريمه ديالي. كما كتشوفوا بيشاميل كيجي عاقد وبنين مزيون. كنحطو جانبا. انا هنا عندي لي بات كما قلت لكم مسلوقه، عندي هاد الكفته اللي شحرت، لي بات سلقتها مع الماء والقليل من الملح. البطاطس كذلك عندي مقطعه رقيقه ومسلوقه، ما كنخليهاش حتى تهرى، يعني حتى تكسر. والبيشاميل اللي وجدناها مجموعين. غنجيب هاد لي بات اللي عندي وغادي نمزجها مع الكفته والبصيله اللي مشحره. نحاول كنضيف القليل من الملح فقط، لان عندي الكفته فيها مليحه ولي بات مسلوقه بمليحه. كنمزجها جيدا حتى كتندمج الكفته والبصيله مع هاد لي بات. يمكننا نعوضوا الكفته بالدجاج او بالسمك. عندي المول ديالي هنايا مدهون بالزبده، القليل من الزبده. غادي نوضع البطاطس هي الاولى، حتى الطبقات كيبقى اختياريه. يمكن لك توضع مع لي بات هي الاولى، يمكن لك توضع البطاطس في الوسط، يعني طبقتين من المعكرونه والوسط يكون البطاطس. حتى البطاطس كنضيف لها القليل من الملح فقط، وغادي نوضعها في القالب تكون متساويه في القالب. كما كتشوفوا رقيقه وعندي مسلوقه، ولكن ما هرياش، يعني بقى باش ما تكسرليش وتعجن. كما كتشوفوا كنضيف القليل فقط من البيشاميل، وكنخلي البيشاميل حتى لاخر مرحله. وكنوضع هاد لي بات اللي عندي بالكفته والبصيله مشحره. هاد الوصفه كتجي سريعه جدا، يمكننا نوعو بها وجبه العشاء او الغداء او الافطار في رمضان بحول الله، وسهله التحضير وكتجي لذيذه بزاف، كيبغوها الاطفال الصغار والكبار. بالنسبه هنا عندي كملت الكميه ديالي كامله ديال لي بات، وغادي نوزع كذلك البيشاميل من الفوق. نحاول يجي لي السطح كامل بالبيشاميل، نوزعها جيدا، وندير فرماج الاحمر عليها من الفوق.
وكنوضعها في الفران طيب من الجهتين، هي طايبة غير تحمر، كلشي فيها طايب، كتحمر ويذوب لي الفرماج. سهلة التحضير. بالنسبة اللي معنا أول مرة ما تنساوش الاشتراك في القناة وتدعمونا بزر لايك، والتعليقات ديالكم كتشجعنا بزاف. شكرا لكل من يساندنا بالتعليقات ديالكم. والشكل النهائي كما كتشوفوا كتجي محمرة وبنينة وصحة وراحة.